لاحظت ان معظم الفانز بعد لما سينا رجع بيبي فيس من تاني فضلوا يشتموا في الشخصيه اللي قدمها، ومش مجرد راي، لا ده في ناس بقت تاخد الموضوع ده محتوى، واللي يشتم اكتر يبقى اجمد واحد. على اي حال، في الفيديو ده هنقول راينا من غير شتيمه، من غير طول لسان، من غير ما نكون مثيرين للجدل، عشان نقدر نقول ايه اللي كان حلو في الفتره دي وايه اللي كان وحش بكل حياديه. في أصوات بتحكي قصص، ولكن أنا الصوت اللي بيحول الحكاية لمعركة وبيخلي كل لحظة بتسمعها ممتعة. أنا راسل سبوت، وده مش فيديو عادي، ودي مش مجرد قناة، دي الحلبة نفسها. فعاوزك تضرب الجرس وخلي الحكاية تبدأ. مبدئيا كده التحول ده حصل بشكل مفاجئ تماما، محدش توقع ان سينا هيقلب هيل. كنا متوقعين اصلا الموضوع يكون بين الروك وكودي، واي حد تاني يكسب التشامبر غير سينا. فيمكن احلى حاجه حصلت في التحول ده هو لحظه التحول نفسها، لان اللي حصل بعد كده ما كانش حماسي قد لحظه التحول. في فتره التحول ناس كتير توقعت ان سينا يقلب على كودي ويوجه له الكراهيه ويقول ان سبب تحوله للشخصيه الهيل هو كودي، لكن المفاجاه كانت ان سينا هاجم الجمهور. ليه؟ لان سينا عاش عمره كله يرضيهم ويحبهم ويحاول يكون مثالي ليهم ولاطفالهم، وفي الاخر استهجنوه وكرهوه واتريقوا عليه وقالوا عنه ان هو ما بيعرفش يصارع، وطلبوا منه ان هو يتحول للشخصيه الهيل كذا مره لانهم ما عجبهمش المثاليه اللي هو فيها. عشان كده سينا قلب على الاطفال والكبار، ما سابش حد. غير كده احنا كنا متوقعين تغييرات في الشخصيه نفسها، يعني توقعنا لبس جديد، طريقه دخول جديده، اغنيه جديده. حتى في ناس اتحمست قوي في البدايه وقالوا لك سينا هيقدم اغنيه باد مان وهتكون اغنيه الدخول بتاعته الجديده، لكن سينا تنح علينا كلنا وقال ان هو عارف ان الجمهور عاوز ده فمش هيعمله. غير كده هو حابب يفضل على حاله بنفس اللبس بنفس الاغنيه اللي هو عاملها لنفسه ومغنيها لنفسه، فاستفز الجمهور وعمل عكس كل اللي هم طلبوه. لكن قصاد كل العيوب دي حصلنا منه على ظهور كتير، بروموهات جامده، وكلام اول مره نسمعه من سينا وعمرنا ما توقعنا اصلا ان احنا نسمعه منه. كان كلامه قاسي جدا مع الجمهور، قال انه يستحق تقدير وهيحصل عليه بالعافيه، وقال انه هيكسب البطوله رقم 17 وهياخدها ويمشي وهيبقى اخر بطل حقيقي، والاتحاد هيضطر يعمل بطوله جديده لان دي البطوله الاصليه اللي هيعتزل بيها. كلامه في البروموهات كان مليان حقائق، يعني قال عن كودي رودز انه طري وانه بيتصيد على حس ابوه وخايف يواجهه ويمد ايده عليه، واستفز كودي كتير جدا. والكلام ده عجب بعض الجمهور، لان فعلا في ناس كانت بتقول على كودي كده وكانوا متضايقين ان المصارعين بيطلعوا معاه وما بيقولوش الكلام ده. وفي راس المنيا غضب جون سينا خلاه يكسب بطوله الاتحاد بالغش، اول مره تحصل وهو هيل. ضرب كودي رودز بالحزام وضربه تحت الحزام، وما كدبش لما قعد يقول ان هو هيكسب بطوله الاتحاد في راس المنيا. فلما كسب ده اظهر للجمهور انه فعلا شخص مختلف وخطر، وبعد كده ما قبلش ان اي مذيع يقدمه غير على انه الاعظم على مر العصور واخر بطل حقيقي، صاحب البطوله ال17 اللي عمر ما حد حققها في التاريخ، وحصل على التقديم ده في كل مره ظهر فيها. فترته بالبطوله كانت حلوه مع انه بارت تايمر. يعني اولنا كده اول دفاع ليه على البطوله كان ضد راندي اورتن في مفاجاه غير متوقعه. مبدئيا مواجهات سينا مع خصومه القدام كان فيها تبديل ادوار، اورتن فيس، بانك فيس، ارتروس فيس، مع انهم لما كانوا بيلعبوه زمان كانوا كلهم هيل وهو اللي كان فيس، وكان ممكن يلعب مع ناس تاني غيرهم، بس هي الخطه كده، هو اختار ناس معينين بالاسم عشان يلعب ضدهم، ده على حسب الكلام اللي بيتقال. ومن الاسماء دي كان راندي اورتن، سي ام بانك، ارتروس. لما لعب اورتن الموضوع كان غريب علينا كلنا، لاننا متعودين ان دايما العداوه دي بين اورتن الهيل وسينا البيبي فيس. المره دي العكس تماما، فكنا متحمسين نشوف الدنيا هتمشي ازاي. وفعلا اورتن كان بالنسبه لنا غريب جدا وهو بيبي فيس ضد سينا الهيل، وعمال ينصحه يرجع عن اللي هو بيعمله وانه بيضيع حياته ولازم يروح يلحق يخلف عيال. وسينا رد عليه وقال له انا ما عملتش كده لاني كنت مشغول وانا بربي عيال الجمهور، فانا كنت اب ليهم اكتر منهم. ولما تواجه مع ارتروس حول شخصيته 180 درجه، في حين ان ارتروس كان شخص هزلي وبيحب سينا جدا، لكن لما سينا اظهر له عدم الاهتمام وقلب عليه، ده حول ارتروس لشخص جاد، شخص حقيقي وجديد علينا تماما. لفتره قصيره بس خلينا نعترف ان التحول ده حصل. ولما جه وقت مقابلته مع سي ام بانك قدر يمتعنا ببروموهات عكسيه معاه. مش هنقدر ننسى البايب بامب العكسي اللي سينا عمله مع بانك، الادوار اتبدلت بشكل تام. بانك بدا يتهم سينا ان هو بيقلده لما قال ان هو عاوز ياخد البطوله ويمشي بيها زي ما بانك عمل كده في 2011، فسينا راح اتقمص الموضوع بجد وكرر البايب بامب بتاع سي ام بانك ولكن بشكل عكسي، وقال كلام عن سي ام بانك زي انه منافق وبيغير مبادئه كتير، وانه كان الاول بينادي عشان المصارعين الصغيرين، لكن بعد سنين اتضح انه كان بيعمل كده عشان يتشهر ويبقى نجم. وبانك برضه رد عليه بطريقه اعظم لما دخل بشخصيه جون سينا القديمه باللبس والاغنيه بتاعته دكتور اوف ساجانومكس، سرق منه الشخصيه وقلدها زي ما سينا سرق البايب بامب وقلده. وقال ان سينا قال عنه ان هو اناني، لكن سينا دفن المواهب اكتر من الخصوم اللي دفنهم اندرتيكر، وانه ممل وبنفس لبسه وبنفس طريقته ومش قد كده في التمثيل، وان باتيستا بيمثل احسن منه. بعد اللي حصل ده سينا عمل عداوه فرق وتواجه برضه مع اسامي كنا عاوزين نشوفه بيلعب معاهم، فاتحد مع لوجان بول ضد جي اوسو وكودي رودز.
ومن نهايه العداوه دي ما نقدرش ننكر ان سينا كان سبب في تغيير شخصيه كودي رودز. طب ازاي؟ هقول لك انا ازاي. سينا كان سبب رئيسي في ان شخصيه كودي رودز تتطور، ما يبقاش متساهل مع خصومه حتى لو صحابه، ما يثقش في اي حد وخلاص. يعني في نهائي ملك الحلبه ما كانش متساهل خالص مع راندي اورتن، ولعب ضده لعب بجد من غير تساهل، وما حطش في دماغه ان هو صاحبه او المرشد بتاعه، وده خلاه يقدر يهزمه. التغيير البسيط اللي حصل ده كان هو المطلوب، لان كتير مننا ما كانش حابب كودي رودز المحترم بزياده، بتاع المبادئ المسالم اللي بيسامح بسهوله وبيتعاطف مع الكل. احنا كرهنا النسخه دي لانها كانت غبيه، اتضايقنا منه لما تساهل مع سينا وما خدش موقف بعد اللي عمله فيه، زهقنا من كتر ما كان كل لما يدخل عداوه مع حد يتهزق في البناء وما ياخدش حقه. كام مره اتضرب بالقلم وما ردش الضرب، كام مره اتهزق وما ردش التهزيق. فلما تيجي تبص على اول العداوه بتاعته مع سينا وتيجي تبص على اخرها، هتلاقي كودي رودز وصل لمستوى اكبر واعظم. ما سابش سينا غير لما خلاه يمضي العقد بالاجبار وبطريقه عمرنا ما شفناها ولا توقعنا نشوفها من كودي رودز اصلا. من كتر ما كنا فاقدين الامل في انه يكون جاد وصارم مع خصومه، كنا متوقعين ان هو هيفضل شخصيه بيبي فيس زي ما هو كده. ولما حصل الكلام ده او حصل منه رد الفعل ده، قلنا ده كده كودي رودز هيتحول لهيل. لكن في الاخر اتضح ان ده تعديل بسيط في شخصيته، لكن بالنسبه لنا كان تعديل كبير جدا وكان مهم، وبصراحه جاب نتيجه. اما لو هنتكلم عن طريقه تحول جون سينا للشخصيه الفيس من تاني، فبصراحه الطريقه ما كانتش قد كده. يمكن كان في احسن من كده لو كان الروك اتدخل، لانه بدا القصه والشراره كانت من عنده، فكان المفروض هو اللي ينهيها. بس لا مؤاخذه المفروض ده عند المكواجي، وبصراحه ما كنتش احب ده، لان الروك ما بيكملش قصص. يعني لو كان اتدخل كان هيفتح احداث كتير بس ملهاش اي 30 لازمه، وكان هيقعد يعشمنا على الفاضي وهو يسيبنا ويخلع واحنا نقعد نهبد ونتخيل بقى مع نفسنا. فتيجي تبص على الكلام ده تلاقيها برضو طريقه مش بطاله، طريقه مناسبه بعد العك اللي الروك عمله. اصل سينا هيطلع يقول ايه غير اللي قاله؟ الروك فعلا عشمه وكان معاه في الاول، وبعد كده سابه يلبس لوحده، ده على حسب السيناريو يعني. فلما سينا بقى لوحده حس انه كان غلط. مر بلحظه ضعف لما انضم للروك، وده كان غلط. بس فين الروك؟ وسينا معروف عنه انه طول عمره بيبي فيس، مش متعود على انه يكون شخص هيل برضه بالنسبه للسيناريو. فهيكمل ليه بعد لما تسوح وعرف غلطه والناس بقت تقول عليه وحش؟ وهو فعلا طول الفتره دي حس بالذنب كذا مره خلال كذا مشهد، ومصارعين كتير حاولوا يفوقوه، راندي اورتن، سيم بانك، ارتروس، حتى كودي رودز في الاول. ده غير الجمهور اللي عملوا اللي هو عاوزه وبداوا يحترموه زي ما هو كان عاوز بالظبط. وهو نفسه كذا مره حسسنا ان هو اتاثر بهتافهم وبكلام المصارعين دول، لان خصومه عاتبوه في البروموهات والجمهور عاتبه بهتافهم ليه في المباريات، وهو حن ليهم وحس بالذنب، فعشان كده قرر يرجع. يمكن اللي حصل ده ما كانش الحاجه البيرفكت، لكن مش بطال في حاله التسويح اللي الكل اتسوحها بسبب الروك. وخلاص الجوله قربت تخلص، فهيفضل هيل لحد امتى؟ يرجع فيس بقى حبه، لان اصلا الخطط اللي كان فيها الروك باظت ومش هتتعمل. غير كده لولا ده ما كناش هنشوف مباراه سينا وكودي رودز بيبي فيس ضد بيبي فيس، فيها سينا داخل بطل والجمهور بيشجعه وبيستهجن كودي رودز. ما كناش هنحصل على تقديم مؤثر ولا نهايه مؤثره زي اللي شفناها في الماتش ده. فاللي هتلاحظوا من الفتره دي ان سينا هاجم الجمهور عشان فعلا حاول يرضيهم طول مسيرته وهم رفضوه. ما شخصنهاش مع مصارع معين غير كودي رودز، عشان كان عاوز بطوله الاتحاد اللي معاه، عاوز ياخدها ويعتزل بيها وبس. وبرضه عشان العداوات اللي بينه وبين المصارعين ما تطولش لاكتر من ماتش، فكودي رودز كان ليه ماتشين بالكتير في بدايه العداوه وفي نهايتها. العداوه بدات بيه وانتهت بيه، انما اي مصارع تاني ما كانش ينفع يكون ليه اكتر من ماتش واحد مع سينا، فعشان كده ما كانش بيتعمق معاهم. وعشان كده برضه لما كان بيوجه كلامه للجمهور فهو كان متضايق منهم بسبب عدم التقدير، وبقى يعمل كل اللي هم بيكرهوه لحد لما ظبطوا نفسهم معاه وعرفوا قيمته وقدروه. وده سبب من الاسباب اللي خليته يرجع بيبي فيس تاني، وهيودينا لتشجيعهم ليه بشكل محترم في الايام اللي فاضله قبل ما يمشي زي ما يستحق بالظبط. عاوز برضه اقول لك على حاجه، جون سينا لما تحول للشخصيه الهيل علمنا درس مهم جدا، وهو ان مش كل حاجه هنطلبها هنحصل عليها. يعني مثلا جي بي ال وصل الفتره بتاعت سينا بالشخصيه الهيل، ولا احيانا بنخطط لخطه جامده لكن لما ننفذها ما بتنجحش. اعتقد ان ده اللي حصل لما تحول جون سينا للشخصيه المكروهه. ما اعتقدش ان الجماهير حبت جون سينا المكروه، وبصراحه جي بي ال هنا عنده حق. يعني على قد ما الفتره دي كان فيها شويه حاجات حلوه، سواء مقابلته مع الاعداء القدام او بروموهاته معاهم، لكن الحاجات دي كانت حلوه لانهم شاركوا معاه فيها، مش عشان سينا عملها لوحده. يعني احنا تقبلنا فتره جون سينا بالشخصيه الهيل لان في ناس شاركوها معاه. يعني الناس اللي كانت مستنيه من سينا انه يعمل اداء احسن وانه يغطي على اداء هوليوود هوجن لما تحول من توب بيبي فيس لتوب هيل زمان، لكن سينا ما عملش ده لان اصلا الفتره دي مؤقته. تحس انهم ما حبوش يبذلوا مجهود في كتابه الشخصيه دي او في عمل اي حاجه جديده فيها، غير ان سينا يطلع يكلم الجمهور والمصارعين بطريقه وحشه ويتنك عليهم. انما دخلات ولبس واغنيه والكلام اللي كان الجمهور كله مستنيه، تحسوهم ما كلفوش خاطرهم وعملوا حاجات جديده عشان مش عاوزين يفتحوا على نفسهم فتحه والجمهور يشبط ويطلب اكتر. غير كده عشان رجوع سينا من الشخصيه الهيل وتحوله تاني لبيبي فيس يكون اسهل، لانهم عاوزين يعتزل هو بيبي فيس، ما يسيبش ديل وراه والجمهور يطلب منه اكتر، فالجمهور ما يطلبش استمراره بالشخصيه الهيل لان سينا خلاص هيمشي بجد، فعاوزين شخصيته تنتهي بالصوره اللي الناس عرفتها وحبتها وما يقدموش جديد.
عشان الجمهور ما يقولش انه يريدوا المزيد، عاوزين الكتاب يتقفل خالص. فمن رأيي المتواضع الشخصية الهيل دي حلاوتها كانت بس في التحول، وفي بعض البروموهات اللي قدمها هو ومصارعين تانيين، حاجات قليلة جدا كانت حلوة وبس، مفيش حاجة تاني. فبعد 5 شهور من تحول سينا واستمراره بالشخصية دي لحد قبل سمر سلام، هل كان لازم سينا يتحول لهيل؟ من رأيي انه ما كانش لازم قوي، بس مش مشكلة طالما الفترة دي ما طولتش، وبرضه جت علينا نوعا ما بحبة منفعة من حيث العداوات اللي اتقدمت بعكس الأدوار زي ما شفنا، ومن حيث التطور اللي حصل في شخصية كودي رودز، كل ده كان جميل. عشان كده في النهاية بنقول الحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله ان الشخصية دي انتهت لحد هنا وما طولتش، لاننا ما كناش هنشوف اي حاجة بنتمنى نشوفها خالص، بل كنا هنفضل متضايقين وهنزهق. فكويس ان التحول حصل في الوقت المناسب، ويمكن الباقي من الجولة نحصل فيها على حاجات حلوة زي اللي حصل بين سينا وكودي في سمر سلام، اتمنى يعني. فدلوقتي عاوز اعرف رايك انت في الشخصيه الهيل بتاعت سينا، وكانت عامله ازاي بالنسبه لك، ومتوقع ايه من الباقي في مسيره جون سينا الفتره الجايه. ويا ريت ما تنساش اللايك، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت.